الحاجة الثالثة بالنسبة لي اللي أنا شايف إن هي لازم نبص عليها اللي هي أكل الخضار. ناس كتير بتقول لك كل خضار وكل خضار كتير، والخضار مهم، ومن غير الخضار صحتك تقع وما تاخدش المعادن والفيتامينات وحاجات كتير من كده. أنا ضد الكلام ده، لأن أنا جربت أكل خضار كتير وجربت ما أكلش خضار خالص نوعا ما، والفرق كان بالنسبة لي شاسع. معدتي مرتاحة أكتر بكتير من غير خضار عن بخضار. الحاجات اللي بتيجي من الخضار ممكن تتعوض بحاجات كتير. انا من رايي مثلا ممكن تيجي من اللحوم الحمراء وحاجات تانية كتير ممكن تساعد. ده بالنسبه لي، ده بالنسبه لتجربتي. اي حد حتى عنده مشاكل في معدته بتلاحظ ان الخضار الناس بتنصحه بيه هو سبب المشاكل اللي موجوده في معدته. غير كده لازم نعمل زوم اوت شويه كمان ونبص ان الخضار كله مرشوش، يعني حتى لو جبت اورجانيك بيبقى مرشوش. فهل فايده ان انا اخد الخضار بالرش اللي فيه اعلى من ان انا ما اكلش الخضار خالص وادور على بديل؟ لازم نقعد ونفكر في الحاجات دي. فده كان بالنسبه لي حاجه من الحاجات. فعشان كده بقول مش لازم ناكل خضار كتير، ومش لازم خضار كل يوم.